بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. غالياتي حبيباتي، إن شاء الله كاملين تكونوا بخير. أخواتي الكريمات، اليوم جبت لكم وصفة السفنج بجميع أسرارها وطريقة نجاحها. بداية عندنا المقادير. هنا عندنا 3 كؤوس تاع ماء دافي. الماء هنا لازم يكون دافي، ماشي سخون بزاف وماشي بارد. إلا كان اللي كان سخون بزاف راح يقتل لك الخميرة، ما راحش تطلع معاك. وإلا كان اللي كان بارد كذلك ما راحش تفاعل الخميرة ديالك. 3 كؤوس كما قلت لكم. كذلك هنايا عندي ملعقة ونصف تاع خميرة الخبز. كذلك هنا ملعقة كبيرة تاع سكر وملعقة صغيرة تاع ملح. نحطو كامل المقادير ونضيفو عليهم حبة بيض، يعني هاي حبة البيض نضيفوها على الخليط كامل. وكذلك كيس تاع الخميرة الكيميائية وزن 10 غرام. هنا نحاولوا ندخلوا كامل المكونات مع بعضها. وكميه تاع الفارينه، هنا الفارينه من بعد نشوفوا شحال راح تدينا. هنا عندي حوالي كيلو ونصف تاع الفارينه. نمزجوا كامل المكونات مع بعضها. نبداو نضيفوا الفارينه. هنا الفارينه نضيفوا حتى نتحصلوا على عجينه تلصق نوعا ما، يعني ماشي كيما العجينه تاع الكسره او الخبز، وماشي كيما العجينه تاع الدغرير، يعني ماشي جاليه هكذاك وماشي متماسكه كيما عجينه الخبز. بين لو دوك سخن الحال، يعني هذيك الكميه تاع الخميره اللي راح نديروها بالخف راح تخمرنا بها. تمام. هنا مازال يخصها. هنا الدور تاع هذيك الخميره الكيميائيه اللي درنا راح تعطينا لون شباب للسفنج ديالنا، والحبه تاع البيض راح تعطيه فقاعات على الوجه تاع الحبه تاع السفنج ديالنا. هنا اخواتي هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه، وكي يخمر راح يزيد يتماسك اكثر واكثر، يعني ما راحش نزيدوا نشربوا فارينه اكثر من هكذا. في هذه المرحله اخواتي لازم هنا تخبطوا، يعني بهذه الطريقه راح ندخل فيه كميه تاع هواء وراح يجينا خفيف بيطلق. تمام. كل ما ضربتي كل ما كان احسن واحسن. يعني هذه الطريقه تاع التخباط راح تكون بمثابه الدلك لهذا السفنج او الخفاف او كل منطقه كيفاش راح تسميه. في هذه المرحله بعد ما خبطناه نخليوه يختمر المرحله الاولى، ولما يختمر المره الاولى نكسروا هذا الخمر ورايحين نخليوه يزيد يختمر المره الثانيه. من بعد نشوفوا طريقه التشكيل. هنا البنات رجعنا للعجين ديالنا بعد ما اختمر المره الاولى وحبطنا له هذاك الخمور، زدنا خمرناه المره الثانيه وحبطنا له كذلك الاختمار. من بعد شكلناه على شكل اقراص كما راكم تشوفوا اخواتي، بعد ما كنا دهنا صينيه جيدا بالزيت حتى ما يلتصقوش الكرات. وفي هذه الاثناء عندنا الزيت تسخن. وهذا الاقراص اخواتي ماذا بكم تخلوهم حوالي 10 دقائق، يعني يرتاحوا قبل ما نقليوهم. نجوزوا للمرحله المواليه. كنا وضعنا زيت غازير في مقله كبيره، وهنا حوالي 3 ملاعق تاع زيت في مقله صغيره، وكميه تاع زيت باش ندهنوا بها يدينا. كي نجو ناخذوا هذوك القريصات ديالنا. هنا ناخذوا هذاك القريصات بعد ما ارتاحوا ونحاولوا نعملوا الثقب في كل وحده فيهم. نحاولوا نمشوا يدينا هكذا ونعملوا ثقب كبير نحطوه داخل المقله الصغيره ونخلوه حتى يعني يرتفد الحجم تاعها شويه باش نحطوها في الزيت الغازي. هنا اختي من المستحسن انك ما تخليش ذوك القريصات ديالك يزيدوا يختمروا للمره الثالثه، يعني كل ما اختمروا لك اكثر كل ما راح يجيك تلقاي صعوبه يعني في التشكيل تاعهم. يعني ماذا بك غير ما تقرصيهم مده 5 دقائق حتى ل 10 دقائق
تبداي تشكلي فيهم. هنا نرفعوها اخواتي، نوضعوها في زيت الغزير، يعني تحمرت نوعا ما من الاسفل. هنا نرموا لها الزيت. صدقوني اخواتي اذا تبعتوا كامل النصائح اللي عطيتكم راح تحصلوا على اسفنج رائع. يعني انا هذا الاسفنج ما كاش اللي ما سكتنش على طريقه التحضير تاعو او الوصفه تاعو. كامل اللي يعرفوني او حتى في المناسبات لما نخدموا، يعني ماشي زوخ بصح كامل الناس يسقسوني عليه. كما شفتوا يعني طريقته بسيطه وسهله، ما فيش تعقيدات. او هنا بعد ما يتحمر تحميره خفيفه ننزعوه، نوضعو في كسكاس باش يبقى الزيت. نزيدو كذلك حبه ثانيه نغطسو يدينا في الزيت. نجيبو البريصه هذيك بعد تكون هاي الكره، نوضعو الثقب فيها في الوسط كما راكم تشوفوا، ونحاولوا نمشوا يدنا كامل باش نشكلوا يعني عباره عن دائره. من بعد نحاولوا نسويوها بالملعقه. هنا اخواتي بعد ما تشوفوها خذات لون وردي من الاسفل فاتح، نوضعوها في الزيت الغزير. نرميو لها الزيت والنار تكون متوسطه، يعني في الاول يسخن الزيت ديالنا مليح، من بعد نقصي النار ديالك باش ما يحمرناش بزاف. هنايا خلطنا التحميره اللي حبينا. شوفوا انا ما نحبوش غامق، نحب يعني اللون تاعو يكون هكا فاتح. وكل وحده وذوقها، يعني تحبي تحمريه تحبي تخليه اللون تاعو فاتح كما خليتو كامل. نزيدو حبه ثالثه هكذا. شوفوا نحاولوا نمشوا يدينا كامل كذا، من بعد تحطيها داخل المقله وتحاولي تعطيها شكل دائري. هنا خذت اللون الوردي، نرفعوها ونوضعها في الزيت، نرميو لها الزيت كذلك. نقلبوها. هنا اخواتي هكذا حتى نكملوا كامل الكميه اللي عندنا. هذا هو السفنج ديالنا بعد ما كملنا كامل قليناه. شوفوا الشكل تاعو يعني ما شاء الله. شوفوا يعني جا روعه. شوفوا فشفش اسفنجي يعني ما شاء الله. نتمنى البنات تجربوه وتنجحوا فيه، وكل وحده جربت ونجحت فيه تخلي لي كومنتار تاعها وتدعي لي دعوه خير. وما تنسونيش اخواتي باللايكات يعني باش تدعموني اكثر واكثر. وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.